أنتم الآن في موعد مع سهرة المرعبين. أنا اسمي عمر، شاب في الثلاثينات وشغال مندوب مبيعات لشركة أدوية كبيرة. طبيعة شغلي السفر كتير، تنقلات بين المحافظات، وكل أسبوع بركب مواصلات عشان أزور عملاء جدد، أروح لمصانع ومستشفيات وصيدليات كبيرة. وفي السفر ده قابلت ناس كتير ومن كل الأشكال والألوان، وسمعت قصص كتيرة جدا. بس اللي حصل في الرحلة دي مش شبه أي حاجة حصلت قبل كده ولا بعد كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة. ما تنساش تعمل لنا لايك وسبسكرايب للقناة وتدوس على جرس الاشتراك علشان يوصلك كل جديد. وبفكركم اللي عنده أي تجربة عايز يحكيها يا يقولها في الكومنتات يا يبعتها على البيج بتاعتي، هتلاقي اللينك في الديسكريبشن. ومن غير كلام كتير يلا بينا نحكي في التفاصيل. كان يوم خميس آخر الأسبوع، وبالظبط من كام سنة كنت رايح من القاهرة المطروح عشان أزور عميل جديد مهم هناك. عميل لو تمت الصفقة دي فعلا معاه كنت هاخد عمولة تكفيني مثلا 6 شهور قدام. كنت مبسوط جدا ومتفائل، وحاطط في دماغي إن الرحلة دي هتكون بداية خير ليا إن شاء الله. المهم ركبت الأتوبيس بتاع رحلات السوبر جيت، كنت حاجز يعني على الساعة 7. أتوبيس كبير وفاخر ومكيف، ومن النوع اللي بيعمل الرحلات الساحلية على طول. المهم كانوا راكبين شوية ناس قليلين، مش كتير قوي، يمكن 10 أو 11 راكب بالكتير. كان في ست كبيرة في الأول معاها طفلة صغيرة، وشاب في الآخر. كلهم يعني يعتبروا سياح أو نازلين مصيف. وأنا اخترت المقعد اللي لوحدي في النص جنب الشباك عشان أتفرج على الطريق وأنا ماشي. كنت محتاج شوية هدوء. بعد ما الأتوبيس مشي بنص ساعة تقريبا كان في محطة بنزين على الطريق بتاع الضبعة. نزلت شوية وركبت وطلع شوية ناس تانيين. واحد منهم شد نظري قوي من أول ما رجله اتحطت على سلم الأتوبيس. يعني راجل في أوائل الخمسينات كده، كان شكله غريب شوية، يعني مش الغريب اللي هو لدرجة إن هو شكله نفسه فيه حاجة، لأ هو نفسه مقلق، تشوفه تتوتر. لكن في حاجة مش طبيعية فيه، تحس إنه مش طبيعي. ملامحه حادة قوي، يعني عظم وشه كان بارز، عينيه كانت بتلمع قوي، وفي عينين حمرة، يعني في عين من العينين دول كانت حمرة جدا، وكان لابس جلابية بيضة طويلة. المهم الراجل ده كان شايل شنطة صغيرة قديمة من الجلد البني، شكلها أثري كده أو قديم. وقف على باب الأتوبيس، بص حواليه ببطء، قعد يبص لكل الناس اللي في الأتوبيس كأنه بيفتشهم أو بيشوف الناس دي مين، أو يشوفهم يعرفهم ولا لأ. وبعدين خد القرار إن هو يجي جنبي، وقال لي بصوت ناعم كده مهذب: ممكن أجي أقعد جنبك يا ابني؟ قلت له اتفضل. في دماغي قلت يمكن الراجل ده اختار المقعد ده بشكل عشوائي بعد ما بص للناس دي كلها. المهم قعد الراجل ده جنبي ونزل الشنطة بتاعته تحت رجليه وسلم عليا بإيده. قال لي إن اسمه الحاج رؤوف. قلت له أنا عمر. ضحك كده ضحكة خفيفة وبص من الشباك شوية وفضل ساكت يمكن 10 دقايق. الأتوبيس مشي وأنا كنت شاغل بالي بالطريق وبالتليفون وبذاكر شوية حاجات للشغل. بس هو فجأة بدأ يكلمني من غير مقدمات، وقعد يقول لي انت عامل ايه ورايح فين وجاي منين، وقعد يقول لي انت بتسافر كتير صح؟ استغربت، قلت له ايوه شغلي كده، انا مندوب مبيعات اساسا. قال لي اه كنت انت بتشوف ناس كتير في حياتك بقى، وبتقابل ناس غريبة وبتقابل ناس عادية ومش عادية، بس صدقني اكتر ناس غريبة مش هتقابلهم في السفر ولا في الشارع، هتقابلهم في احلامك وانت نايم. بصيت له كده واستغربت شوية وضحكت ضحكة خفيفة كنت بجامله بالصراحة يعني. وقال ما تيأسش، انا بس بحب اتفرج على الناس واتأملهم، عندي موهبة اني بقرا ملامح الناس وبعرف حاجات عن الناس في وشوشهم. وانت شايف الحياة حلوة ولا شايف فيها حاجة غريبة؟ قلت له مش فاهم قصدك يعني ايه؟ قال لي اقصد ان في حاجات كتيرة مش بنشوفها في الصحيان لكن بنعيشها في النوم. في ناس بتشوفها في المنام، ناس مش موجودين في الحقيقة،
أو ناس كانوا موجودين وبعدين مشيوا، أموات يعني. الأموات يا ابني دول لسه عايشين في حتة تانية، عايزين يعيشوا في حياتنا، عايزين يكلمونا ويحكوا لنا حكاياتهم. حسيت انه كلامه تقيل قوي على قلبي بصراحة، ومش عارف افسره. قلت له يمكن. سكت شوية كده، بعدها قال لي انا كنت اعرف واحد كان صاحبي قوي زمان اسمه كمال، كان شبهك شوية، كان شاب زيك كده، عنده طموح وعنده حياة قدامه، عنده شغل وعايز يعمل حاجات. هو كمان كان بيسافر كتير زيك كده. في يوم من الأيام وهو مسافر بالظبط زي أنا وأنت كده، قابل واحد غريب في المواصلات. واحد حكاله حكايات وحكايات عن الأموات، عن ناس ماتت ومش قادرة ترتاح، عن أرواح متعلقة كده في البرزخ. كمال كان في الأول مش مصدق، زيك كده، كان بيضحك ويقول لي ده كلام فاضي. المهم الحاج رؤوف بصلي كده وهو بيكلمني بصة غريبة، عينيه بقت كبيرة وحس ان هو منتبه قوي، وكان بيضحك ضحكة خفيفة. كانت الضحكة تقيلة كمان على قلبي، زي ما كان الحاج رؤوف كله على بعضه تقيل على قلبي. بس كمال بدأ يشوف الأموات بيظهروا له في نومه كل يوم، ومش قادر ينام من بعدها. وكل يوم واحد جديد، كل واحد عنده قصة، وكل واحد عايز منه حاجة، لغاية ما كمال اتعذب، عاش في جحيم مش طبيعي. جسمه ضعف وعقله اتشتت، بطل ياكل وبطل ينام. محدش كان مصدقه، وقالوا عليه مجنون. محدش فكر يسأل ويشوف في ايه بالظبط عنده. المهم هو كان بيكلمني، حسيت ان جسمي اشعر. المكيف بتاع الاتوبيس كان شغال جامد، بس حسيت برضو ان الجو حر وخنقة، وعرق بارد كان بينزل في ظهري. قلت له بصوت كده بالراحة وبهدوء، يا حاج هو انت ليه بتحكي لي الحكايات دي بالذات؟ انا معرفش حد اسمه كمال ولا اعرف الحاجات دي عن الاموات بصراحة. المهم قعد يضحك ويقول لي مش عارف، يمكن عشان انت شبهه، يمكن عشان انا بحب احكي قصص وانت بتحب تسمع القصص، صح؟ كل الشباب بتحب تسمع القصص، بس مش كل القصص بتتقال للتسلية. المهم هديت نفسي شوية وقلت يمكن راجل عجوز عنده حكايات وخلاص وعايز يحكيها ويسلي الطريق، او يمكن هو عيان نفسيا ومحتاج حد يتكلم معاه ويتخلص من كل اللي جواه. لكن فضلت قاعد مع نفسي ان في حاجة مش مريحة في طريقة كلامه وفي نظراته وفي الطريقة اللي كان بيبص بيها خصوصا، وفي الطريقة كمان اللي كان بيحكي فيها عن الناس اللي ماتوا في حوادث أليمة، وعن ناس اتقتلوا ومحدش عارف يرحمهم، وعن أطفال ماتوا هم صغيرين قبل ما يعيشوا وأرواحهم بتلف حوالين أهاليهم. وحكايات كان بيحكيها بتفاصيل دقيقة جدا، كأنه كان موجود بنفسه معاهم، كأنه يعرفهم شخصيا، كأنهم قاعدين معانا في الأتوبيس وبيسمعوا كلامه. حكاية ورا حكاية، عن عروسة وعن صياد غرق وعن جثث بيدوروا عليها ومش بيلاقوها. مع مرور الوقت وانا كنت سامعه، حسيت ان عيني بدأت تقفل في النوم، يمكن من السفر ويمكن من كتر اجهادي ومن كتر ما انا بسمع الكلام الكتير ده. بصراحة محتاج اني انام. مع مرور الوقت وانا كنت سامعه، حسيت ان عيني خلاص بتقفل في النوم، مش عارف من اجهاد الطريق ولا من اجهادي من بعد ما سمعت كل القصص والحواديت دي. المهم دخلت في نوبة نوم عميق جدا، كأني دخلت في غيبوبة، وسندت راسي على الشباك، وصوت الحاج رؤوف كان واطي جنبي بيتكلم كأنه بيهديني بالكلام. وفجأة لقيت نفسي في مكان تاني خالص، مش في الأتوبيس، مكان موحش مظلم زي الصحراء، مكان فاضي مفيش حواليا غير الرملة وسما مغيمة، والجو كان ساقع قوي، والهوا كان تقيل. وقفت مكاني مش عارف امشي، ورجلي كانت تقيلة كأنها مربوطة بالأرض. خفت وقتها خوف مش طبيعي، حسيت بإيد بتلمس إيدي، حسيت بعدها بخوف مش طبيعي، وبعدها حسيت بإيد بتلمس كتفي من ورا. التفت بسرعة، لقيت قدامي راجل شكله غريب جدا، وشه أصفر شاحب وعينه كانت داخلة لجوه،
وشه مرهق ومنهك ولابس هدوم قديمة جدا. ده كان كمال، نفس اللي الحاج رؤوف كان حكى عنه بالظبط ووصفهولي. قال لي بصوت مبحوح كده وكان باين عليه التعب: انت سمعت الكلام بتاعه كله صح؟ قلت له مين انت؟ قال لي انا كمال اللي بيحكي عني الراجل ده. انت ما تعرفش هو مين ده صح؟ انت فاكر انه راجل عادي بيحكي قصص وخلاص؟ قلت له مش فاهم، انا فين اصلا؟ قال انت في حلمك وجاي احذرك قبل فوات الاوان. الراجل اللي قاعد جنبك ده مش انسان طبيعي، ده ساحر شرير وخطير جدا. اسمه رؤوف، لكن مش اسمه الحقيقي ده اسمه الحقيقي هو سالم عبد المجيد. كان بيمارس السحر الاسود من سنين طويلة. ده مش اول مرة، انا كنت ضحيته من سنين. اتكلم كمال بسرعة كأنه خايف من الوقت يضيع، وقال انا قابلته في اتوبيس زيك كده زمان من اكتر من 10 سنين. حكالي حكايات عن اموات، فضلت اسمعه وكل ما اسمعه كنت اضعف. كان بيحط لي كلمات في وداني، كلمات سحرية غريبة مش مفهومة، كلمات بتدخل في المخ من غير ما تحس. عيوني بدأت تقفل ودخلت في نوم عميق مش طبيعي. وفي النوم ده بدأت أتخيل حاجات، أتخيل أرواح، أتخيل ناس ميتة، لحد ما السحر اشتغل فيا تماما. لعنة سودة دمرت حياتي ودمرت عقلي ودمرت جسمي، خلتني عايش في عالم تاني، مش عالم الأحياء ولا عالم الأموات، عايش في عالم موازي بسبب سحره ده. كمال قرب مني أكتر، وشه بقى على بعد يعني سنتيمترات صغيرة مني. ريحته كانت وحشة جدا، ريحة تراب. وقال لي هو لسه شغال في السحر النهاردة، لسه بيقتل ناس جديدة كل فترة، وبيستهدف الشباب اللي زيك اللي بيسافروا لوحدهم واللي بيكونوا لوحدهم من غير ما حد يحميهم. وهو دلوقتي بيحاول يعملها معاك ويحطمك. كل الكلمة بيقولها لك بتديلك سم في ودنك، لو فضلت تسمع له هتخش في النوم اللي مش هتقدر تصحى منه أبدا. هتدخل في عالم تاني زي ما دخلت دلوقتي، لكن مش هتقدر تخرج منه بروحك. هيرميلك السحر وتبقى ضحيته الجديدة زيي، عايش في برزخ بين الحياة والموت. أنا واقف مش عارف أتحرك، الخوف مسكني من رجلي لراسي. كمال مد إيده ولمس كتفي، إيده كانت باردة قوي، باردة زي الجليد. قال لي لما تصحى ما تسمعش منه كلمة واحدة تانية، انزل في أول محطة تقابلك، أي محطة انزل واجري، اجري لمكتب الاستقبال بتاع الرحلة بتاعة الأتوبيس، واسأل عن الركاب اللي معاك في الرحلة دي. اسأل عن اسمه وعن شكله وعن حقيقته، هتعرف كل حاجة. بس اعمل كده بسرعة قبل ما السحر يكتمل، لأن آخر مرحلة من السحر بتحصل وانت نايم، وفي النوم ده بالذات لو كملت نايم لدقايق مش هتقدر تهرب أبدا، هتفضل هنا معايا في العالم ده للأبد. وفجأة حسيت بإيد بتشدني من بره بقوة. لقيت كمال بيختفي في الضلمة، وأنا حسيت إني بقع في بير غويط جدا، وبلف وأنا بقع مش لاقي حاجة أمسك فيها. صرخت بأعلى صوتي لكن محدش سمعني. الضلمة كانت كل حاجة وكانت بلعاني أنا شخصيا. عيني على صوت التكييف اللي في الأتوبيس وعلى صوت الراجل اللي جنبي اللي لسه بيتكلم. فتحت عيني بسرعة وقلبي كان بيدق. كنت بتخنق. لقيت الحاج رؤوف لسه بيتكلم عادي، شكله عادي، لكن أنا كنت مرعوب. بصيت له وكان بيبصلي لسه بنفس الطريقة الغريبة الباردة. قال بصوت ناعم: أهلا، صحيت من النوم؟ حلمت بحاجة حلوة؟ اتخضيت وجسم كله اتلبش بصراحة، وقلت له بصوت كده: لا أنا كويس، بس مش فاكر ان انا شفت حاجة. حسيت اني عايز انزل من الاتوبيس دلوقتي في نفس الثانية. قلت له: انا هنزل من المحطة اللي جاية ان شاء الله، مش هكمل لمطروح، في ظرف طارئ. المهم الراجل اللي كان بيضحك ووشه كان عادي، وشه اتغير ورسم على وشه تكشيرة بدل الابتسامة اللي كان بيرسمها من شوية. وقال لي: لا طبعا،
لسه الرحلة طويلة يا ابني، لسه قدامنا حكايات كتيرة تسمعها. أنا لسه ما حكيتش الحكاية الأهم، حكاية الراجل اللي مات في الصحراء واتدفن تحت الرملة ولسه بيطلع كل ليلة يدور على اللي دفنوه. دي أحلى حكاية. قمت من مكاني بسرعة رهيبة، كنت هقع على الأرض من كتر ما أنا كنت متوتر وخايف. قلت له لا، أنا هنزل دلوقتي، شكرا على الحكايات اللي أنت حكيتها دي. الراجل فضل يبص لي بصة ورا بصة وما قالش حاجة، بس عينه كانت بتقول حاجات كتيرة جدا. الأتوبيس بدأ يهدي سرعته عشان يوصل لمحطة بنزين قدام، ونزلت بسرعة من غير ما التفت للي ورايا، ونفسي كان واقف في صدري فعلا من كتر ما انا كنت بنهج. وانا نازل من على السلم سمعت صوته من جوه الاتوبيس بيقول لي بصوت عالي: يشوفك على خير يا عمر، اهو انا عرفت اسمك، ترجع نكمل الحكايات مرة تانية. نزلت على الرصيف وجريت بسرعة لجوه المحطة. طلعت اجري وانا مش واخد بالي من حاجة، قلبي كان هيخرج من مكاني من كتر التوتر. وقفت قدام الكافيتيريا بتاعت المحطة وانا بنهج ونفسي كان هيتقطع، واستنيت شوية لحد ما هديت وشفت الاتوبيس بيمشي من غيري واختفى في اخر الطريق. وقفت اتنفس، وبعدها افتكرت كلام كمال في الحلم: روح لمكتب الاستقبال بتاع الرحلة. المهم رحت فعلا ودورت على المكتب بتاع الشركة بتاعت الاتوبيسات، كان جنب المحطة في مبنى صغير. دخلت على الموظف الشاب في سني وقلت له بصوت كده هادي: انا راكب الاتوبيس بتاعكم اللي مشى دلوقتي من شوية، اتوبيس القاهرة مطروح. ممكن تقول لي كان في راجل شكله كذا وكذا ولابس جلابية بيضة وبشرته سودة وشايل شنطة جلد قديمة، انا محتاج اعرف اسمه. الموظف بص على شاشة الكمبيوتر بتاعته ودقق النظر شوية وبعدين قال لي ده الاستاذ سالم عبد المجيد، من الركاب الدائمين معانا بقاله سنين وبيسافر كتير من خط القاهرة المطروح. ليه يا فندم، في مشكلة؟ سالم؟ مش رؤوف زي ما قال كمال بالظبط، اسمه سالم مش رؤوف. دماغي لفت حوالين نفسها في نفس اللحظة. قلت له طيب يا فندم، ممكن تقول لي ايه حكايته، عايش فين وكل المعلومات دي؟ الموظف هز كتفه كده وقال لي والله يا باشا مش عارف بصراحة تفاصيل كتير، بس في ناس بتقول حاجات غريبة عنه، وفي ناس بتقول انه بيعمل حاجات مش مفهومة في بيته. مرة واحد من السواقين بتوعنا حكى انه شاف معاه كتاب غريب مرة، وكان كتاب قديم قوي، كان فيه طلاسم وخرائط مش مفهومة، والناس اللي بتركب جنبه كتير بتشتكي بعد كده انهم بيعانوا من كوابيس غريبة. وفي ناس بتقول انه ساحر بيشتغل في السحر الاسود. المهم اهم حاجة عندنا ان هو بيدفع ثمن التذكرة وما بيعملش مشاكل مع الركاب يعني. حسيت بدوخة جامدة جدا ورجلي حسيت ان هي مش شايلاني. كمال كان بيقول الحقيقة فعلا، الراجل ده كان بيحاول يعمل معايا نفس اللي عمله معاه من سنتين، يحكي لي حكايات ويرمي لي كل كلمة مسمومة علشان افقد السيطرة على نفسي واتلعن باللعنة السوداء اللي تدمر حياتي. لولا اني نمت في الاتوبيس ودخلت في الحلم بالصدفة، ولولا كمال اللي ظهر لي وحذرني، كنت بقيت ضحية جديدة في القايمة بتاعته، وكنت بقيت فعلا زيه بالظبط متعلق في عالم تاني بين الحياة والموت. شكرت الموظف بسرعة وخرجت من المكتب وانا كنت متوتر وخايف، ومشيت في الشارع جنب المحطة ومش عارف انا رايح فين. الشمس كانت حر جدا وقتها بس انا حاسس بالبرد. قعدت على الرصيف جنب الزبالة وحطيت راسي في ايدي طول اليوم وانا مش عارف اتحرك. كل ما غمض عيني بشوف وش كمال المنهك واللي كان بيحذرني، ووش الحاج سالم واللي كان بيضحك لي ضحكة خبيثة في الاتوبيس ويقول لي اشوفك على خير. لسه النهاردة وانا بحكي لكم القصة دي بحس ان في حاجات لسه حاسسها غريبة بتحصل لي، بس ان الحاج سالم لسه قريب مني، يمكن بيدور عليا، ويمكن عايز يكمل الحكاية اللي كان عايز يبدأها معايا، ويمكن عايز يخليني اسمع الحكاية الاهم، حكاية الراجل اللي مات في الصحراء ده. المهم يا جماعة والله الدنيا مش مستاهلة، خلي بالكم من الناس اللي بتقعد معاكم وجنبكم في المواصلات، وخلي بالكم من اللي بيحكي قصص ليكم من غير مقدمات. ده مش كل حكاية تتحكي بتتقال على سبيل التسلية، في حكايات بتتقال علشان تأذيك انت. وبس كده،
بكده تكون انتهت قصتنا وحلقتنا النهاردة. لو عجبتك ما تنساش تعمل لنا لايك وسبسكرايب للقناة وتدوس على جرس الاشتراك عشان يوصل لك كل جديد. كان معاكم محمد فوزي وسلام.